هو إيه اللي بيخليني مش عارف إن أركز؟ يعني أنا مش كسلان ومش جاهل ومش ماشي غلط، بس دايما في حاجة بتسحبني بعيد. دايما حاسس إني مش قادر أمسك نفسي، مش قادر أمسك خيوط اليوم من أوله لآخره. أوقات ببقى متحمس، أبدأ حاجة وأنا عايز أعملها بجد، وبعد شوية ألاقي نفسي زهقت، بعد شوية تانية ألاقي نفسي بسيبها، بعد شوية ثالثة ألاقي نفسي ماسك الموبل وبقلب، ومن غير ما أحس الوقت بيطير وأنا في حتة تانية خالص. طب ليه التركيز بقي صعب؟ ليه حتى الحاجات اللي بحبها مش بعرف أركز فيها؟ ليه عقلي بيتنطط من فكرة لفكرة كأني مش في جسمي، كأني مش هنا؟ يمكن علشان الدنيا بقت مليانة أكتر من طاقتنا، ومش بس مليانة حاجات، لا، مليانة إغراءات، مليانة تشتيت، مليانة صوت، مليانة صور، مليان ناس بتتكلم وناس بتطلب وناس بتعرض. كل حاجة حوالينا عايزة انتباهك، وكل لحظة بيتم سحبك من اللحظة اللي قبلها. حتى وأنت قاعد لوحدك، عقلك مش لوحده، بيفكر في بكرة، وبيفكر في امبارح، وبيفكر في الناس، وبيفكر في اللي وراك، وبيفكر في حاجات مفيش ليها أي لازمة دلوقتي. وده مرهق، مرهق أوي، لأنك بتبقى عايز تبقى حاضر، بس أنا ديما في حتة تانية. التشتت ده مش بس بيبوظ يومك، لا ده بيبوظ علاقتك بنفسك، بيخليك تحس إنك دايما بتجري بس مش بتوصل، بتتحرك بس مش عارف رايح فين، بتعمل حاجات بس مش حاسس بيها. كل شوية تبدأ في حاجة جديدة، كل شوية فكرة، كل شوية خطة، كل شوية تطبيق جديد للمذاكرة، كل شوية نوت بوك جديدة. وكل ده بيبدأ بحماس وينتهي بخنقة، لأنك متشتت. والمشكلة إنك بتلوم نفسك، تقول أنا مالي، أنا ليه مش مركز، ليه فاشل، ليه كل الناس بتنجز وأنا لا؟ بس الحقيقة إن كل الناس بتعاني، بس كل واحد بيخبي بطريقته. فيه ناس لما تتشتت تبين إنها مشغولة، فيه ناس تبين إنها بتنجز، بس هي فعليا بتتهرب. فيه ناس بتعمل كل حاجة إلا الحاجة اللي فعلا المفروض تعملها. والتشتت مش بس تضييع وقت، ده كمان بيخليك تنسى نفسك، تنسى أنت بتحب إيه، وتنسى أنت مين، وتنسى كنت رايح فين. طيب نرجع لإيه؟ نرجع لأصل الإحساس، نرجع نسأل نفسنا: إيه اللي كان بيخليني أركز زمان؟ إيه اللي كان بيخليني أغوص في حاجة وأنسى الوقت؟ تفتكر أيام ما كنت بتلعب وأنت صغير؟ كنت ممكن تفضل ساعات تلعب بلعبة واحدة. تفتكر لما كنت بتتفرج على فيلم مفضل، أو بتقرأ رواية مش قادر تسيبها؟ كانت في حاجة بتحركك من جوا، حاجة بتشدك طبيعي، من غير إجبار. الفرق هو إنك دلوقتي بقي في دايما 100 صوت حواليك، فصوتك الداخلي يبيته. وأكتر حاجة بنحتاج نرجع نعملها دلوقتي، نسمع نفسنا، بس بجد، من غير موبايل، من غير أصوات، من غير تشتت. دي لنفسنا فرصة نرجع نكون موجودين. مش لازم نقفل كل حاجة ونسافر الجبل، بس ممكن نبدأ بحاجة بسيطة جدا. أول ساعة في اليوم ما فيه موبايل، أول ساعة بس لنفسك، تقوم، تاخد نفسك، تفطر على رواقة، تمشي شوي، تكتب، بدون أي إشعارات، بدون أي ضغط،
جرب تعمل حاجة واحدة في الوقت الواحد. بس كده. لو بتذاكر ذاكر. لو بتشتغل اشتغل. لو بتاكل كل. من غير فيديو، من غير واتساب، من غير تفتيت. التفتيت بيخلي مخك يدوخ، ولما مخك يتعب جسمك كمان يتعب، ونفسيتك تتأثر. كل ما تفتى نفسك أكثر، كل ما تبقى أضعف في اتخاذ القرار، وفي الإنجاز، وفي حتى التفاهم مع الناس. صدقني، العقل المرتب يساوي مشاعر أهد. وكل لما ركزت، كلما سمعت صوتك أكثر. وكلما سمعت صوتك، كلما عرفت أنت عايز إيه. وده أهم سؤال. إحنا بنجري كتير وبنجري بسرعة. بس أوقات كتير بنجري في الاتجاه الغلط. فبدل ما تحاول تجري أسرع، جرب توقف. جرب تسأل: أنا بجري ليه؟ رايح فين؟ ليه دايما عندي إحساس إني وراي كتير ومش بخلص حاجة؟ هو ممكن أن تبقى مشكلتك مش في إنك قليل، لكن في إنك بتبدأ كل حاجة ومبتكملش حاجة. ومش لازم تكملوا كل حاجة في الدنيا، بس لازم تكملوا حاجة واحدة على الأقل عشان تحسوا بطعم الإنجاز. حتى الحاجات الصغيرة جرب تكملها. لما تبدأ كتاب خلصه. لما تبدأ تنظيف أو ترتيب كمل. لما تبدأ يومك بحاجة كملها لحد الآخر. وما فيش مانع تقع، بس قوم تاني. وكل مرة هتقع هتعرف تقع أهد وتقوم أسرع. بس الأهم ما تبقش عايش حياتك كلها متقسم نصين. نص بيبدأ ونص مبيكملوش. نص شغئل ونص تايه. نص فرحان ونص بيتصنع. التشتت مش قدر، هو عادة. والعادات بتتغير. وأن تقدر تغير طريقتك، تقدر تنظف دائرة انتباهك، تقدر تبقى موجود بوعي أكثر حتى وسط الزحمة. بس خليك صبور مع نفسك، لأن اللي أتبنى في سنين مش هيتفك في يوم. بس البداية تستاهل، ويمكن أكتر حاجة محتاج تفتكرها دلوقتي إنك مش المفروض تفضل حاسس إنك في سباق. إنك مش مطالب تكون في كل حتة، ومش لازم ترد على كل الناس، ومش ضروري تكون متاح طول الوقت. الطبيعي إنك تكون موجود لنفسك الأول، لأنك لو فضلت تدي طاقتك لكل صوت بيشدك هتلقي نفسك خلص قبل ما تبدأ اليوم أصلا. جرب تعمل تجربة بسيطة كده. جرب تعيش يوم واحد بس تعيشه ببطء. يوم واحد تمشي فيه على مهلك، تسمع صوتك، تبص حواليك، تاكل وأنت مركز في طعم الأكل، مش بتقلب على الفيديوهات. يوم واحد بس، من غير سرعة، من غير هرجلة. هتحس بحاجة غريبة جدا. هتحس إنك كنت نايم وفجأة بدأت تصحى. هتحس إنك كنت بتجري على التريدميل، بتتحرك بس مش بتوصل، وفجأة نزلت على أرض حقيقية. ولو سألت نفسك ليه كنت مشتت، هتلاقي الإجابة مش في الوقت ولا في المسؤوليات، بس في إني كنت كلما أبدأ أسمع نفسي أسكتها. بالموبايل أو بشخص أو بحاجة جديدة. أنا بقيت خايف أواجه دماغي، مع إني أنا الوحيد اللي فيها. بتهرب منها ليه مش قادر تقعد لوحدك. ليه السكون بقي مزعج. ليه السرحان بقي مخيف. لأننا بقينا مربوطين بالتشتت كأنه أمان، بس الحقيقة إنه قيد.
قيد بيحبسك بعيد عن اللحظة، بعيد عن التركيز، بعيد عن الإنجاز، وبعيد عن نفسك. وعشان تبدأ تتخلص من القيد ده، مش لازم تعمل حاجة كبيرة، بس لازم تكون صادق مع نفسك. لازم تبص جوه وتقول: أنا محتاج أبطأ، أنا محتاج أختار، أنا محتاج أكمل. كل يوم اسأل نفسك 3 أسئلة بسيطة. 1 شرطة إيه أهم حاجة فعلا عايز أعملها لنه إردت. 2 شرطة إيه اللي بيشتتني أكتر حاجة. 3 شرطة أزاي أقدر أقلل منه ولو 10%. ومش لازم تكون إجاباتك مثالية، بس على الأقل تكون صريحة. جرب تكتبهم. جرب تبدأ يومك بالسؤال ده بدل ما تبدأه بالموبايل، لأن أول 5 دقائق في يومك هما اللي بيحطوا النغمة لباقي اليوم. ولما تلاقي نفسك تايه أو بدأت تتسحب، ما تقسيش على نفسك، بس خد بالك. خد بالك من اللحظة اللي بتخرجك من اللحظة، اللحظة اللي بتخليك بعيد. ارجع منها، ارجع برفق. التشتت ساعات بيكون سببه إنك مش عارف الأولوية، فكل حاجة بتدخل تبقى أولوية. كل رسالة، كل إشعار، كل فكرة، كل كلمة حد قالها. بس أنت محتاج تبني وعيك إن مش كل حاجة تستاهل دماغك، مش كل الناس تستاهل ردك، مش كل فكرة تستاهل تركيزك، مش كل لازم تعمل كذا تستاهل إنك توقف يومك عشانها. وده مش أنانية، ده احترام لعقلك، ده احترام لطاقة محدودة مش بتزيد وبتروح بسرعة. طيب، هتقولي يعني أعيش في فقاعتي؟ لا، بس ابني الفلتر بتاعك. ابني قدرة على إنك تقول: دلوقتي مش وقت ده، أنا دلوقتي مع نفسي، أنا مش متاح دلوقتي. وحتى لو لسه ما عرفتش تعمل كده، عادي. كل مرة هتفشل فيها هتتعلم أكتر، وكل مرة هتنجح فيها هتثبت لنفسك إنك أقوى مما كنت فأكر. أنا عارف إن التشتت بيوجع، مش بس بيضيع الوقت، ده بيهز ثقتك بنفسك. تحس إنك قليل، تحس إنك ما عندكش إرادة، تحس إنك بتضيع عمرك. بس دي مش الحقيقة. الحقيقة إنك إنسان، بتتأثر وبتنسى وبتلخبط وبترجع تاني. متخليش لحظة ضعف تحكم على سنين قدام، ومتحكمش على نفسك من يومين مش عرفت تركز فيهم. ركز على اللي تقدر تعمله دلوقتي، في اللحظة دي، بنفسك اللي معك دلوقتي. وحط لنفسك طقوس تساعدك تكون في المود، زي فنجان قهوة على هدوء، أو كراسة بتكتب فيها كل اللي جواك، أو مشي ساعة في اليوم من غير أي حاجة في ودنك. وخلي عندك لحظات صمت مقصود، لحظات بتختار فيها تكون ساكت، حتى لو الكل بيت، حتى لو في حاجة بتزن تقول كب الحق، شوف ده، شوف دي، افتح ده. قول لنفسك: لا، أنا هنا دلوقتي، مش هناك. وكل ما تكرر ده، كل ما مخك يبدأ يثق فيك تاني. يقولك: هو بقي يسمعني، هو بقي يسيب لي مساحة. لأن في الآخر أنت محتاج تكون معك، لأن ما فيش حد هيعيش يومك غيرك، وما فيش حد هيشيل دماغك عنك. ولو سبتها لها تتشتى، هتسرقك الأيام، وهتفضل تقول: كنت فين؟ وراحت أزاي؟ وعد الوقت أزاي؟ بس دلوقتي أنت معاي، وأنت قادر توقف النزيف ده.
مش عشان عندك قوة خارقة، لكن لأنك قررت تلاحظ، وده بداية القوة الحقيقية. ممكن تبدأ بحاجة واحدة. ممكن توقف بعد المغرب 10 دقائق وتفصل. ممكن تقفل الإنترنت ساعة بس كل يوم. ممكن تمسك ورقة وتكتب جملة واحدة قبل ما تنام. الصغير بيبني الكبير، والهدوء بيجيب عمق، والعمق هو الطريق الوحيد للتركيز الحقيقي. متستهونش بالخطوات البسيطة، لأن مفيش جبل أتبنى في لحظة، ومفيش حياة متوازنة بتتخلق فجأة، لكن في حاجة بتتغير لما تكون نويت، ونويت بصدق، وحسيت إنك فعلا مش عايز تفضل تايه، مش عايز تفضل بتجري ورا لا شيء. أنا مش جاي أقولك إنك لازم تبقى منتج طول الوقت، لا، أنا جاي أقولك إنك تستحق تكون واعي طول الوقت، لأن الوعي هو المفتاح، مش الإنجاز. الوعي هو اللي يخليك تختار اللي تنجزه، وتعرف ليه وإمت وإزاي. وفي كل لحظة هتفلت منك، ما تخليش الندم يبلعك، بس اسأل إيه اللي خلاني أفلت وارجع تاني. مفيش حاجة اسمها وقعت للأبد، طولما قلبك لسه عايز يقوم. ودي كانت لحظة صدق، لحظة هدوء. ولو وصلت لآخر الكلام، فده معناه إنك مستعد تاخد الخطوة، حتى لو خطوة صغيرة. أنت مش لوحدك، وأنا هنا كل مرة هتفكر ترجع لنفسك. لو حسيت إنك عايز حد يفكرك، تعال تاني. شغل الفيديو ده حتى لو مرة في الأسبوع. إحنا مش محتاجين كلام كتير، إحنا محتاجين نسمع الكلمة الصح في اللحظة الصح. لو الكلام ده لمسك، شاركه مع حد بتحبه، وسيبلي في التعليقات إيه أكتر حاجة بتشتتك، وإيه أول حاجة تبدأ بيها بعد الفيديو ده. دي كانت قناة منديل، وده كان كلام من القلب، عشان تاخد خطوة لقدام.